السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفة خفيفة جدا وسهلة. هنعمل مع بعض كب كيك بقطع الشوكولاتة، هيعجبكم جدا جدا. وصفة سهلة جدا وحلوة جدا للأولاد، فلا ياخدوها معاهم في اللانش بوكس. حقيقي وصفة مميزة جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. معايا هنا المكونات زي ما انتم شايفين. عندي هنا كوبايتين لبن، وكوبايتين دقيق، سوري. معايا كوبايتين دقيق وكوباية حليب أو لبن. معايا كمان 4 بيضات. معايا نص كوباية زيت ونص كوباية سكر. وطبعا معايا بيكنج باودر وفانيليا. ومعايا زي ما انتم شايفين حوالي 200 جرام شوكولاتة. أنا عندي المفروض نستخدم حبيبات أو تشيبس، بس أنا عندي مكعبات كشوكولاتة كسرتها زي ما انتم شايفين. هبدأ معاكم زي ما انتم شايفين، هبدأ أكسر البيض. وهضيف الفانيليا على البيض. عندي هنا 2 ظرف فانيليا. وهجيب المضرب الكهربائي وهبدأ اضربهم، اخفقهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. هأخفق لحد ما يتكون فوم على الوش ولون البيض يبقى فاتح زي ما انتم شايفين. انا خلاص كده وصلت اللون المطلوب، هو ده اللون المطلوب، لون فاتح. دلوقتي هبدأ اضيف. عندي هنا نص كوباية سكر. معايا كمان نص كوباية زيت. وهرجع اخفقهم تاني بالمضرب لحد ما يتكون معايا قوام كريمي. هو ده القوام المطلوب. خلاص انا ضفت كوبايتين الدقيق ونخلتهم تاني المرة التانية، وكمان ضفت عليهم البيكنج باودر ونخلته. وهبدأ اخفق زي ما انتم شايفين بالمضرب، بس على سرعة بسيطة شوية، ما يبقاش سرعته عالية، على سرعة متوسطة. طبعا بضيف الدقيق بالتدريج، مش هضيفه كله مرة واحدة. هرجع اضيف باقي الدقيق زي ما انتم شايفين. هو يفضل استخدام المضرب اليدوي، بس انا استخدمت المضرب الكهربائي في اضافة الدقيق عشان كنت مستعجلة. خلاص كده انا حصلت على القوام المطلوب. هو ده القوام المطلوب زي ما انتم شايفين. كده الكيكة اصبحت البان كيك الكب كيك اصبحت جاهزة معايا زي ما انتم شايفين. دلوقتي عندي هنا قطع الشوكولا، هبدأ اضيفها زي ما انتم شايفين. انا كسرت قوالب شوكولاتة عندي. ممكن نضيف شوكولات شيبس، حبيبات شوكولاتة. كده خلاص الكب كيك جاهزة معايا. هبدأ افضيها في الكوبايات بتاعة الكب كيك. انا جهزت الكب كيك زي ما انتم شايفين، الكوبايات بتاعة الكب كيك، وهبدأ اضيف فيها الشوكولا الكب كيك زي ما انتم شايفين. هوزعها بشكل متساوي بقدر الامكان.
أنا خلاص وزعت كل الكب كيك زي ما انتم شايفين. دلوقتي كده هدخلها الفرن على درجة حرارة، فرن طبعا ساخن مسبقا، على درجة حرارة 180 لحوالي 30 ل35 دقيقة، ما بتاخدش وقت كتير. وده الكب كيك بعد ما طلعته من الفرن زي ما انتم شايفين. هي وصفة سريعة وسهلة جدا ولذيذة جدا، ودي كانت وصفتنا النهاردة. جربوها ويا رب تعجبكم، ومستنية تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا، وبالهنا والشفا.